هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيرين، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. مرحبا بكم مستمعينا في حلقة خاصة من برنامجكم أول اللي كيجد من مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. حلقة اليوم حول موضوع التربية الإعلامية وتعزيز حرية الرأي والتعبير. هذه الحلقة من إنجاز الإذاعات الجمعوية المغاربية بكل من الجزائر والمغرب: إذاعة جورة، إذاعة من لا صوت لهم، ملحومة تيفي، سلام ميديا، وكاش راديو. باش نتعرفوا أكثر معكم مستمعينا ومستمعاتنا على هذا الموضوع، خصصنا لكم مجموعة من الفقرات. نمشيو لأول فقرة اللي هي فقرة تقديم الحلقة من إنجاز إذاعة جورة من الجزائر. تواجه مجتمعاتنا المعاصرة في عالم تغزوه الرقمنة وسهولة تبادل المعلومة في عولمة فاقت الحدود من حيث الابتكار الرقمي مجموعة من التحديات التي تتأثر بحرية التعبير. لذا فالتربية الإعلامية في وقتنا الحالي تعد محورا أساسيا في التوعية وتربية الشباب على وجه الخصوص والمواطنين بصفة عامة على حقوق الإنسان، الاحترام المتبادل، وكيفية الوصول إلى المعلومة ومجابهة الأخبار الزائفة ونبذ خطاب الكراهية، الشتم، التمييز والعنف. كما أنها تعين على بناء مجتمعات وشعوب تخلو من أي تفرقة وتساهم في الحوار البناء ودعم السلام والتفاهم ومكافحة العنصرية والتحريض على الحرب ونشر قيم العيش معا. فكما تنص المادة 19 من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان أن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان، فمن الضروري مراعاة هذا الحق والتكفل بالممارسة الحرة له، وتعزيز حرية الصحافة من خلال التمكين من الوصول إلى معلومة دقيقة نزيهة وحيادية. فالتربية على الإعلام تجسد هذا المبدأ من خلال المساهمة في التعريف بوجهات نظر مختلفة، بناء الفكر النقدي للمجتمع عن طريق تحليل المعلومة ومجابهة الأخبار الزائفة من خلال النفاذ إلى المعلومة. إذا كنتوا مع تقديم الحلقة اللي نجزاتو إذاعة جورة من الجزائر، ونمروا الآن لفقرة ميكرو الشارع اللي نجزاتو إذاعة الحومة تيفي من المغرب، واللي سولت المواطنين والمواطنات في الشارع حول أهمية التربية الإعلامية في ضمان تكريس حرية الرأي والتعبير. شو الأهمية ديال حرية الرأي والتعبير بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أهمية الحرية والتعبير كتهمني أنا شخصيا كمواطنة، حيث كتسمح لي أنني نعبر على الرأي ديالي داخل المجتمع، يعني بدون أي قيود، بلا ما يفرض عليا حتى شي واحد شنو يعني غنقول، ولكن في حدود، يعني خصني نحترم شنو عليا وشنو ليا وشنو عليا. بالنسبه لي حريه الراي والتعبير هي كيفاش كان نقدر نعبر على الراي ديالي ونقدر نستقبل الاراء الاخرين اللي حوليا بلا ما ياثروا فيا حتى شي حاجه، ونقدر نتقبلهم. هو بانني نقدر نقول اي حاجه انا مثلا في التعبير ديالي، اذا شي حاجه كتهمني والشخص اخر خصي يحترمه، وانا كذلك نحترم الراي ديالو شنو ما كان. حرية الرأي والتعبير هي واحد الأداة اللي مهمة في الحياة ديال الإنسان، حيث هو الوجه والمرآة اللي كيقدر الإنسان يعبر بها على الرأي ديالو والرأي ديال المجتمع اللي كيعيش فيه. حرية ديال الرأي هو ماشي مصطلح اللي يقول بأن حرية الرأي يعني ما يوقع لنا حتى حاجة، ولكن حرية الرأي هو أن تكون عندك القدرة على التفكير النقدي، وأنك تطرح إشكاليات اللي ماشي أي واحد ولا ماشي من السهل أن الإنسان يطرحها في المجتمع ديالو. فحرية ديال الرأي هي واحد الأداة بحال اللي قلت مهمة بزاف بالنسبة للإنسان. في نظرك إلى أي حد كتساهم التربية الإعلامية في ضمان حرية الرأي والتعبير؟ التربية الإعلامية بالنسبة لنا التربية الإعلامية كتساهم في أننا مثلا نستقبلوا بزاف ديال الآراء، ولكن ما يغيروا فينا حتى شي حاجة. وكذلك حنا كنقدروا نعبروا على حسب نعبروا كيف ما حنا مقتنعين بالأشياء. وكذلك كتساهم أن حنا إلا بغينا حتى حنا ننشروا الأفكار ديالنا مثلا،
ونكونوا حنا فاعلين في هذا المجال. التربية الإعلامية كتوصل الصوت ديال جميع المجتمع وكتحترم الحقوق ديالي. كتساهم لنا الحرية بشكل كبير، يعني بحيث أنها كتسمح لنا أننا نطرحوا الأفكار بشكل تلقائي يعني بدون قيود، وكذلك كتساعدنا باش نعرفوا يعني الأخبار واش هي زائفة ولا حقيقية ونتحققوا منها يعني قبل ما ننشروها. نقدروا نقولوا ان التربيه الاعلاميه ما كتضمنش حريه ديال التعبير، ولكن هي كتمارسو وكتحطو في واحد الاطار اللي كيخلي انه ما يتجاوز الحد ديالو باش يكون انه كيمس الاخر او لا معتقد. فكنظن بانه التربيه الاعلاميه هي ضروريه باش تعطينا بعض الادوات اللي كتخلينا قادرين اننا نعبروا بكل حريه، ولكن في نفس الوقت عارفين شنو هما الحدود ديالنا. كنتم مع فقرة ميكرو الشارع اللي سمعنا فيها آراء المواطنات والمواطنين حول أهمية التربية الإعلامية في ضمان وتكريس حرية الرأي والتعبير اللي نجزاتو لنا إذاعة الحومة تيفي من المغرب. إذا نمر مباشرة للفقرة الموالية اللي هي فقرة الكبسولة التعليمية اللي نجزاتها إذاعة من لا صوت لهم من الجزائر. مستمعينا الأعزاء، مرحبا بكم في فقرتكم أرواح تعلم معكم دلال عيدون من إذاعة من لا صوت لهم. اليوم جئناكم بورقة تعليمية حول موضوع التربية الإعلامية وتعزيز حرية الرأي والتعبير. لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية. إن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتصب حرية الإعلام والوصول إلى المعلومة في الهدف التنموي الأوسع نطاقاً والمتمثل في تمكين الناس. والتمكين هو عملية متعددة الأبعاد الاجتماعية والسياسية تساعد الناس على التحكم في مسار حياتهم الخاصة، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال الوصول إلى معلومات دقيقة ونزيهة وحيادية ممثلة تعدد الآراء، والوسيلة للتواصل تواصلاً نشطاً عمودياً وأفقياً، وبالتالي المشاركة في الحياة النشطة للمجتمع المحلي. ومع ذلك، ولجعل حرية التعبير وحرية الرأي واقعاً، لابد من توافر بيئة تنظيمية وقانونية تسمح بظهور قطاع إعلامي متعدد الآراء ومتفتح، ولا بد كذلك من توافر الإرادة السياسية لدعم ذلك القطاع وتوافر سيادة القانون لحمايته، كما أنه لا بد كذلك من وجود قانون لضمان الحصول على المعلومات، خاصة المعلومات في المجال العام. وأخيراً، لا بد من توفر المهارات التعليمية اللازمة لدى متابعي الأخبار ليتمكنوا من تحليل المعلومات تحليلاً نقدياً وتجميع ما يصلهم منها لاستخدامها في حياتهم اليومية، ووضع وسائط الإعلام موضوع المساءلة فيما يتصل بأعمالها. وتخدم هذه العناصر إلى جانب التزام الإعلاميين بأعلى المعايير الأخلاقية والمهنية التي وضعها الممارسين كهيكل أساسي لحرية التعبير التي يجب أن تسود. وبناء على هذا الأساس تخدم وسائط الإعلام كهيئات رقابية، وينخرط المجتمع المدني مع السلطات وصناع القرار، ويتدفق سيل المعلومات في المجتمعات المحلية بين بعضها البعض. ويعتبر ضمان حرية وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم أولوية، وتعمل وسائل الإعلام المستقلة والحرة والتعددية أساسية للحكم الصالح في الديمقراطيات الصغيرة والكبيرة. وتعمل وسائل الإعلام الحرة على ضمان الشفافية والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز المشاركة في الخطاب العام والسياسي، وتساهم في مكافحة الفقر. ويستمد القطاع الإعلامي المستقل سلطته من المجتمع الذي يخدمه، وفي المقابل يخول هذا المجتمع أن يكون شريكاً كاملاً في العملية الديمقراطية. وتمثل حرية الإعلام وحرية التعبير المبادئ الأساسية للنقاش المفتوح والمستنير. وستستمر التكنولوجيات الجديدة في التطور، وتسمح للمواطنين بمزيد من تشكيل بيئاتهم الإعلامية، فضلاً عن الوصول إلى عدد وافر من المصادر. ولا يمكن
أن يساهم الجمع بين الحصول على المعلومات ومشاركة المواطنين في وسائط الإعلام إلا في زيادة الإحساس بالملكية والتمكين. كنتو مع الكبسولة التعليمية اللي نجزتها إذاعة من لا صوت لهم في الجزائر. وباش نتعرفوا أكثر على هذا الموضوع غادي يكون معنا يونس أحمد العزيز أستاذ التعليم العالي في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط، فقرة ضيف الحلقة اللي نجزتها إذاعة سلا ميديا من المغرب. السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في لقاء خاص حول التربية الإعلامية لتعزيز حرية الرأي والتعبير. نستضيف اليوم الأستاذ يونس أحمد العزيز. أستاذ يونس، أهلا وسهلا بك. أهلا، شكرا على الاستضافة. العفو. في البداية نحب نتعرفوا على الأستاذ يونس في صوته. أستاذ أحمد العزيز يونس، أستاذ باحث في كلية في المدرسة العليا للأساتذة بالرباط وناشط جمعوي. شكرا أستاذ يونس، كنشكرك في البداية على تلبيتك الدعوة للمرور معنا في هذا اللقاء. شكرا لكم. في البداية أستاذ، شنو هي التربية الإعلامية والأهمية ديالها في المجتمعات الحديثة اليوم؟ ايوا، حاليا كما كتعرفوا المجتمع كيعيش في زمن التكنولوجيا والوسائط الاجتماعيه، حيث ان التواصل الاجتماعي والاعلام بصفه عامه اصبح رقمي اكثر منه، واصبح هذا الاعلام لصيق بالانسان، يعني جزء لا يتجزا من حياتنا اليوميه. وبطبيعه الحال التربيه الاعلاميه عندها واحد الاهميه بالغه في المجتمعات الحديثه خاصه من عده جوانب. اولا، هي كتنمي الوعي الاعلامي، بحال كما اشرنا ان في عصر التكنولوجيا الرقميه والتواصل الاجتماعي الوصول الى الخبر او الاخبار بصفه عامه والمعلومات اصبح سهلا وبسيط. يعني اي واحد عنده هاتف ممكن ان يتوصل باي معلومه في اقصى الارض. ولكن مع ذلك فإن القدرة على التحليل وتفسير وتقييم هذه الأخبار والمعلومات كيحتاج بيان سور إلى مهارات إعلامية جد متقدمة باش يفرز الإنسان يعني هذا هو الوعي، أنه يحاول أنه يفرز ما بين الأخبار الزائفة والأخبار الحقيقية. وبيان سور تعزيز التربيه الاعلاميه لدى الافراد باش يتعاملوا مع وسائل الاعلام بشكل نقدي، وفهم الاخبار والمعلومات يعني فرز المصادر واش موثوقه ولا لا، والكشف عن الاخبار الزائفه والترويجيه. هذا كله داخل في تنميه الوعي الاعلامي يعني المجتمع. في هذا السياق استاذ يونس، نحب نسولك على كيفاش يمكننا نحسنوا المستوى ديال التربيه الاعلاميه في المجتمع ديالنا، مثلا في المدارس ولا في الجامعات ولا في المؤسسات التعليميه بشكل عام. اذا تحسين مستوى التربيه الاعلاميه في المدارس وفي الجامعات، كاين بزاف ديال الطرق اللي يمكنها انها تساعد على تحسين هذا المستوى ديال التربيه الاعلاميه. اولا مثلا تضمين التربيه الاعلاميه في المناهج الدراسيه. اذا خصنا تكون عندنا في المناهج الاعلاميه في المناهج ديالنا الدراسيه تكون ضروري تتضمن التربيه الاعلاميه كجزء من المناهج في مختلف المراحل العمريه. اذا من الابتدائي تكون على حسب بيان سير كل مستوى، وتتضمن واحد هذه المناهج تضمن المهارات ديال التحليل الاعلامي، ديال التفكير النقدي، ديال التقييم مصداقيه المصادر الاعلاميه، وفهم الثقافات. هذه من جهه. من جهه اخرى توفير التكنولوجيا والوسائل المتقدمه، حيث ان في المدارس والجامعات الا كانت عندنا وسائل متقدمه تكنولوجيا كتدعم التربيه الاعلاميه، مثلا الحواسيب الشخصيه والانترنت والمكتبات الرقميه والمنصات التواصل الاجتماعي، هذه كل وادوات التحرير والوسائط المتعدده بيان سور، تتساعد هذه التكنولوجيات في تعزيز ان الطلاب او التلاميذ يفهموا
التكنولوجيا الرقميه ويستخدموها بشكل ذكي. يعني الا مارسوها في داخل المدرسه وداخل الجامعه غادي يسهل انهم من بعد يستعملوها في الفضاءات الاخرى. كذلك تعزيز التدريب والتعلم والتنشيط، يعني ان ممكن ان المدارس والجامعات يركزوا على تعزيز هذه التربيه الاعلاميه داخل سميتو ذاك بالتنظيم، يعني ورشات وانشطه تفاعليه كتساعد الطلاب. وهذا دائما كيكون في بعض المدارس واحد الكلوب ديال الاعلام هو اللي كيساعد بعض، ولكن ما تيدخلوش في جميع الطلبه وجميع سميتو، ولكن هو دوك التلاميذ والطلبه اللي كينخرطوا في هذا الكلوب كيكون عندهم كيرميو واحد المهارات اعلاميه كتخليهم انهم يتفاعلوا مع الاخبار وكتخليهم انهم يفهموا بزاف ديال سميتو، وكيكون عندهم واحد القدره على التحليل وانشاء. هما كيكونوا اصلا كيتعلموا ينشئوا محتوى اعلامي خاص بهم، وبالتالي كيكون انهم عندهم واحد القدرات واحد المهارات كيكتسبوها داخل هذا لي كلوب. وكذلك ممكن ان تشجيع التفكير النقدي والتحليلي، يعني ان التربيه الاعلاميه تركز على تنميه مهارات التفكير النقدي والتحليل لدى الطلاب. دونك هذه هي بعض النقاط اللي يمكن انها تحسن مستوى التربيه الاعلاميه داخل المدارس والجامعات. شكرا استاذ يونس. من خلال الاجابه ديالكم تطرقتوا كيفيه تعامل المؤسسات التعليميه مع الاشكال الحديثه للاعلام، وكيفاش ممكن انها تعزز حريه الراي والتعبير في المجتمعات لدى المتلقي. كيفاش كتشوفوا كيفاش يمكن لهذه المؤسسات تقوم بهذا الدور هذا؟ إذا تعزيز حرية الرأي والتعبير في المجتمعات بصفة عامة والمجتمع المغربي خاصة يمكن يعني أن يكون هي عملية بطبيعة الحال تحتاج إلى جهود متكاملة، يعني من طرف الجميع، أولا من قبل الحكومة والمؤسسات الحكومية، من المجتمع المدني، من الأفراد. وبطبيعة الحال أول شيء كيتلاقى مع الإنسان هو المدرسة، يعني هي اللي خصها تعطي هذا الآلية باش يعزز حرية التعبير. إذن كاين بعض الخطوات، يعني أول حاجة مثلا على المستوى الحكومي أن إصلاح القوانين، إذن يكون إصلاحات قانونية باش تعزز حرية الرأي العام. إذا كتكفل القوانين تكون كتكفل حقوق حرية والتعبير للمواطنين، وضمان عدم وجود تشريعات كتقمع وكتقيد هذه الحريات، يعني كتوافق مع التشريعات اللي كاينه في المعايير الدوليه لحقوق الانسان، ما في ذلك حريه الراي والتعبير، كما كتكفلوا مجموعه المواثيق والاتفاقيات الدوليه اللي المغرب هو يعني موقع عليها. ثانيا يمكن تعزيز التوعيه والتثقيف، يمكن تعزيز حريه الراي والتعبير من خلال فهم اهميه حقوق الانسان واهميه حريه التعبير في المجتمعات، وذلك بتنظيم حملات توعويه وندوات محاضرات بيان سور في المدارس وفي الجامعات حول مجموعه القضايا، منهم القضيه ديال حريه التعبير، باش يكون نحاولوا ان ننميو عند الطفل عنده انه يقدر يعبر الراي ديالو وحتى طريقه التعبير. اذا ما كاينش غير الراي ولكن كاين حتى طريقه التعبير، اذا الانسان يعرف كيف يعبر عن حقه من جهه، وثاني كيفاش انه يعرف واش هو حقه بعدا، حيت كاين اشياء اللي عنده الحق يهضر فيها وكاين اشياء اللي هضر فيها غادي يسيء المجتمع. اذا خصو يكون عنده هذا التمييز ما بين ما هو من حق ما هو حق له وعنده الحق انه فيه، حيت حريه التعبير وحريه الراي في الاخير هي واخا حنا كنقولوا حريه التعبير انها محرره، ولكن هي ضروري خصها قيود، لان بطبيعه الحال حريه التعبير كتوقف او الحريه بصفه عامه فهي تتوقف عند حريه الاخرين، وبالتالي خصنا نعرفوا متى نكون نعبر عن راينا ومتى يكون ضرر على الاخر. وبالتالي هذه كلها ممكن انها تكون في المدارس وفي الجامعات الثقافه ديال التوعيه ديال على حريه التعبير. كذلك تماما استاذ، اسمح لي غير في نفس السياق نقدروا نتعمقوا اكثر ونهضروا على في نظركم شنو هي الادوات ولا الموارد المتاحه
لتعزيز التربية الإعلامية وتحسين مستوى حرية الرأي والتعبير في المجتمعات كما قلنا، سواء في الأسرة ولا في المجتمع ولا في المؤسسات التعليمية. اذا لا سمحتي عاود السؤال، ما سمعتش. قلت لك شنو هي الأدوات ولا الموارد المتاحة لتعزيز التربية الإعلامية وتحسين مستوى ديال حرية الرأي والتعبير في المجتمعات، سواء كانت في الأسرة، الشارع، ولا في المدرسة ومؤسسات النشأة الاجتماعية بشكل عام. إذا أولا نعطيو للطفل أو الناشئة بصفة عامة ديك القدرة على أنه يعبر. إذا في المدارس ما يكونش يكون واحد الحرية التعبير، يعني ما يكونش القمع. إذا أول حاجة نعطيو مثلا الطفل أنه ينوض قدام الأصدقاء ديالو ويعبر عن الرأي ديالو بدون أي قمع. وفي هذيك اللحظة كنعلموه أنه يحترم، يعني أنه مثلا واخا يكون عنده موقف سلبي من تصرف مثلا ديال الأستاذ أو هذه، هو او كيشوفوا سلبي يقدر يهز صبعه مثلا يقول استاذ انا كنلاحظ انك كتقوم بهذه العمليه هذه. الاستاذ تما غادي يعلموا اولا كيفاش اذا خصوش يقولها بواحد الغوات، ما خصوش يقولها بواحد العنف، ما خصوش يقولها بواحد الطريقه اللي لبقه. تما خصو الاستاذ ما يكونش واحد القمع، ويكون يعلموا اولا كيفاش يهضر، يعني الطريقه ديال التعبير عن الراي ديالو، ويجاوبوا ويقنعوا، يتحاور معه باش يقنعوا انه اذا كان فعلا الاستاذ غلط يعترف بالغلط ديالو، باش التلميذ كيتعلم انه الاخر راه كيغلط. الا ما غلطش الاستاذ يشرح له وجهه النظر ديالو باش التلميذ يقتنع، ماشي ديك الطريقه القمعيه لا اسكت انت سميتو. ونفس الشيء في المنزل، اذا بطبيعه الحال من هاد الابناء من يكبروا ولاو اباء من واحد طريقه الحوار. كذلك في جميع المرافق اللي كنمشيو ليها ما يكونش واحد القمع. مثلا واحد مشى لواحد المرفق عمومي، الموظف او لا سميتو ماشي يقمعوا، لا ما يشرح له، يكون واحد طريقه التواصل اللي هي جيده، نشرحوا بشويه ان ما يمكنش لك سيدي تدخل في هذا الوقت لاننا مثلا كنمشيو مع الربعه، ماشي كنسدوا مع الربعه، ماشي لا سيدي سير في حالك، يعني واحد الطريقه تكون واحد الاسلوب. تما فين كتربى عندنا هذاك كلشي كيعرف القوانين، كلشي كيحترمها، وبواحد الحوار واحد النقاش هنا غادي يكون واحد سميتو. بالنسبه في نظركم شنو كيفاش يمكن الافراد انهم يساهموا في تعزيز التربيه الاعلاميه وتحسين مستوى حريه الراي والتعبير في المجتمع؟ اذا هناك هذه الخطوات اللي قلنا. مثلا اولا الافراد عندهم واحد المسؤوليه بطبيعه الحال. اولا التحقق من مصداقيه المصدر او المصادر، يعني ممكن نصادفوا واحد المعلومه وواحد الخبر ماشي حيت هي كتجينا على الهوى ديالنا اننا نبقاو نشروها. اذا اول حاجه التحقق من مصداقيه المصدر والتاكد انه موثوق، وهذه المصداقيه بطبيعه الحال ممكن تحقق من سمعه هذاك غالبا تيكون واحد من الصحف اللي كتعطينا هذا سواء الكترونيه او سميتو ولا خبر اللي كيجينا عبر اي وسيله. اذا نتحققوا شكون هو ذاك الشخص اللي عطانا ذاك. بعض المرات تيكون واحد الكونت ما عندوش حتى الاسم ديال الصاحب ديالو وكيلوح هذا الخبر وكيتناقلوا للجميع. اذا اول حاجه التحقق من مصداقيه المصدر. ثاني شيء التحقق من الحقائق والارقام. عند قراءه واحد الخبر او معلومه اذا خاصه يكون فيها ارقام، راه ضيع مليار، راه سرق مليار، راه كذا. اذا ديك الارقام واخا هي كتجي على الهوى ديال سميتو لانك كتمشي في السياق العام وكتدغدغ المشاعر، ولكن يجب التحقق الى واش حقيقه فعلا او لا. وهذا سميتو يعني خص التحقق يكون سواء واش هي دراسات، واش هي احصائيات، واش المواقع موثوقه، واش مواقع حكوميه، واش منظمات دوليه. اذا نعرفوا هذا خاصه اللي كانت فيها الارقام. عاوتاني تنويع المصادر، يعني احنا عرفنا المصدر الاول، نشوف واش كاين شي مصادر اخرى حتى هي دارت نفس الخبر. يعني الانسان ما يعتمدش على مصدر واحد، حيت يقدر ذاك المصدر واخا هو موثوق ولكن في هذاك الخبر هذاك بالضبط يخطأ الصحفي انه يسحب راسه عنده سبق ولكن هو راه عنده خطأ، وبالتالي كينشر واحد الخبر. اذا حنا الا ما كانتش تنويع المصادر، مثلا تكون صحف، تكون مواقع الكترونيه، تكون هذه باش يكون سميتو تيكون ان المصدر تيكون او الخبر تيكون موثوق.
وكذلك مقارنه ديال بيناتهم والتحليل. واحد قال راه سرق مليار، واحد تيقول راه سرق 10,000 درهم. اذا كيكون خصنا نفرقوا ونشوفوا الصوره كامله باش نعطيو واحد الحكم يعني قاطع. كذلك تطوير مهارات التفكير النقدي، حيت بعض المرات يكون الخبر مدغدغ للمشاعر، ولكن ملي كتفكر فيه غير شويه كتلقى انه كيفاش انا تيقت هذا الخبر. ما يمكنش، يعني يكون عندنا واحد التفكير نقدي، لان التفكير النقدي يعني واحد الذكاء التعامل مع الخبر. ان التفكير النقدي هو اداه هامه يعني او مهمه للتعامل مع المعلومات بشكل فعال. يعني ملي كنشوف الخبر نفهم. ممكن بعض المرات كيقول لك خبر، يعني بعض المرات تلقى خبر فيه ابرزت بعض الدراسات الامريكيه ولا الدراسات الالمانيه، صافي بنادم تيتيق. اذا خصني نشوف لا قالوا الدراسات يعطيوني المصدر، شحال من واحد قال لك الخبر. اذا هادو هما اذا الانسان خصو يكون عنده هذا الثقافه ديال الريفيرونس. اذا لا قلتي لي دراسه اعطيني الارتيكل اللي دارت هذه الدراسه، ولا اعطيني الناس اللي داروا الدراسه، شكون هاد الجامعه، سمياتهم، هاد الباحثين شكون هما، واش هما باحثين في المجال ولا متطفلين على المجال. كنعرفوا ان اي واحد ممكن يطفل على اي مجال اخر، مثلا في مجال الطبي ينوض واحد يلوح لك معلومه هاد النبته كداوي ما عرفت شنو، اولا في المجال الديني اي واحد ينوض يفتي في واحد سميتو، واخا هو مثلا عالم فيزياء او لا عالم في اللغات او لا سميتو، كيفتي في ما لا يعرف ما لا يعلم. يعني كل واحد يتخصص يهضر في التخصص ديالو. انا الا جاني الخبر من عند متخصص، اذا شي حاجه ديال مثلا الطب، الا قالها الطبيب واخا شفت، الا تيقولها واحد ما عنده حتى شي علاقه بالطب سميتو، اذا يعني راه المعلومه اذا من تما كيبدا التفكير النقدي. اذا شكون اللي قالها؟ وهذاك اللي قالها واخا يكون طبيب، واش دار بحث؟ وهذا البحث واش شمل الفئات كاملين؟ اذا دار بحث مثلا، دار واحد الاستاتيستيك، شحال ديال لي ستاتيستيك، شحال ديال الناس اللي كانوا في هذا البحث. اذا يكون عندي واحد التفكير علمي نقدي منطقي، ويكون واحد التحليل ذاتي. اذا الانسان يكون هو الشخص ابدا يعرف شويه ويفهم شويه، ماشي اي حاجه تقال راها صحيحه. وبالتالي يكون عنده واحد التحليل هو ذاتي نقدي والتامل، وما ينشرش بسرعه. اذا يحاول يتريت اي حاجه سمعتيها او لا شفتيها ما تنشرهاش بسرعه. اذا تريت وغادي يكون خير ان شاء الله. شكرا استاذ يونس. في الاخير نبغيو تعطينا واحد الكلمه اخيره فيما يخص هذا الموضوع ديال التربيه الاعلاميه والتعزيز ديال حريه الراي والتعبير. اذا كما قلنا ان المجتمع حاليا فهو يعيش في زمن الوسائط الاجتماعيه، يعني سهل التوصل بالخبر. ولكن هذا الواقع راه كيفرض علينا اننا تكون عندنا تربيه اعلاميه، والتربيه الاعلاميه وتكون عندنا بطبيعه الحال النقد الذاتي اللي قلنا، ونفرقوا ما بين الاخبار الزائفه والتلاعب الاعلامي وهذا حريه التعبير وهذا حريه الراي. وكذلك كاين تشويه سمعه الاشخاص، كاين انتهاك حقوق المستخدمين الانترنت. كل هادشي كيدروج في هذه المواقع، وبالتالي خص الانسان يكون عنده واحد التربيه اعلاميه. وكاين عاوتاني ان الشركات الاعلاميه ووسائل التواصل الاجتماعي راه كتلعب واحد الدور في الترويض اللي ما قلناش في هذا سميتو، هو انك تقدر تروض الراي العام. وهذا الترويض الراي العام لما كانش الانسان يعني عنده واحد الوعي اعلامي وواحد التربيه اعلاميه، راه غادي يمشي مع كما كنقولوا مع القطيع. وبالتالي غادي انه ممكن كما مثلا في الثورات الربيع العربي، فكنشوفوا ان مثلا الفيسبوك او في امريكا في الانتخابات ان الفيسبوك ممكن انه يدي واحد كيأثر على الراي العام بسرعه، يعني بواحد يعني واحد كاين واحد الدراسات يعني في السوسيولوجيا اللي كتعرف كيفاش يتعاملوا، ما هو الخبر اللي يلوحوه. وبالتالي كيكون ترويض ديال الراي العام. اذا الانسان المسؤوليه ديالو هو كفرد، والمسؤوليه ديال المدارس والجامعات انها تربي تعطينا واحد الانسان عنده واحد التربيه اعلاميه
واحد الحريه على التعبير، واحد الحريه الراي العام، الحريه ديال الراي والتعبير، باش نواجهوا هذه التهديدات والتحديات كامله، واننا نفرقوا بين ما هو صائب، ما هو حقيقي، وما هو زائف. شكرا أستاذ يونس على هذه المعلومات القيمة. كنت ضيفا معنا في هذه الحلقة الخاصة بالتربية الإعلامية وتعزيز حق الرأي والتعبير. شكرا أيضا للمستمعين الكرام، وإلى لقاء آخر. شكرا لكم. مستمعينا ومستمعاتنا، هكذا غادي نكون وصلنا للفقرة الأخيرة من برنامج أول، اللي هي حلقة مشتركة من إنتاج مجموعة من الإذاعات الجمعوية المغربية: إذاعة جورة، إذاعة من لا صوت لهم، حومة تيفي، سلا ميديا، وكيش راديو. هذه الحلقة اللي خصصناها لموضوع التربية الإعلامية وتعزيز حرية الرأي والتعبير، ومن خلال فقرات الحلقة تعرفنا على كيفاش التربية الإعلامية كتلعب دور مهم جدا في تكريس حرية التعبير. كذلك وصلنا لمجموعة من التوصيات واللي على رأسها وضع صانعي القرار لخطط وبرامج الأبحاث والعمل للتنظيم التفصيلي لمناهج التربية الإعلامية وطرق ووسائل تقييمها وتنويع مصادرها، وهذا الشيء في سياق الأنظمة الرسمية والغير رسمية. ضرورة إدراج التربية الإعلامية ضمن المناهج الدراسية باش نتمكنوا من تربية جيل قادر أنه يميز بين المعلومة الصحيحة ويكون قادر يعبر على الرأي ديالو بلا ما يتجاوز حدود الآخر. ضرورة وضع برامج ودورات تدريبية متطورة للمتمدرسين والمتمدرسات والعاملين والعاملات في المجال التربوي لزيادة معارفهم وفهمهم للإعلام. وأخيرا كتبقى التربية الإعلامية بوابة ومنفذ أساسي لضمان وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وفي نفس الوقت مواجهة كل خطابات الكراهية والتضليلية. مستمعينا ومستمعاتنا، في النهاية كنشكر جميع الإذاعات الجمعوية اللي ساهموا في حلقتنا اليوم من برنامج أول: إذاعة جورة، إذاعة من لا صوت لهم، الحومة تيفي، سلا ميديا، وكيش راديو. كنذكركم مستمعينا ومستمعاتنا أن برنامج أول كيجي في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغربية بكل من المغرب، الجزائر، تونس وليبيا. إلى اللقاء. هذا المحتوى في إطار مشروع شبكة الإذاعات الجمعوية المغربية بشراكة مع حركة بوصلة للمبادرات المواطنة، منظمة إيريم، والاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي.